مارس 2022، اليوم الذي توقف فيه زمن كرة القدم الألمانية. فلوريان فيرتز الطفل الذهبي لباير ليفركوزن يسقط على أرضية ملعب باي أرينا بعد التحام عنيف مع لاعب يونيون برلين. الصرخة كانت مدوية، الجميع عرف فورا أن شيئا فظيعا حدث. الفحوصات الطبية كشفت الفاجعة: قطع كامل في الرباط الصليبي. التشخيص كان صادما: 6 إلى 8 أشهر غياب. موسمه انتهى. حلمه في المشاركة مع منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022 تبخر في لحظة. كان عمره 18 سنة فقط. قبل الإصابة كان فيرتز حديث أوروبا، أصغر لاعب يسجل في تاريخ البوندسليغا بعمر 17 سنة و34 يوما. موهبة استثنائية، قدم ساحرة وذكاء فوق سنه. الجميع كان يتوقع له مستقبلا أسطوري، ثم فجأة تتوقف كل شيء. بدأت رحلة العودة، أيام طويلة في غرفة العلاج، تمارين شاقة، آلام لا توصف. الأطباء قالوا له: الرباط الصليبي ليس مجرد إصابة، إنه اختبار نفسي قبل أن يكون جسديا. فيرتز اعترف لاحقا: كانت هناك لحظات ظننت فيها أنني لن أعود كما كنت أبكي في الليل وأسأل نفسي: لماذا أنا؟ والدته كانت حاضرة في كل مباراة، بل في كل تدريب. تقول: فلوريان كان ينام والكرة بجانبه منذ الطفولة. تلك الليلة رأته يغادر الملعب محمولا، وكانت أسوأ ليلة في حياتها. 301 يوما من الغياب. في 22 من يناير 2023 عاد فيرتز إلى الملاعب. الجماهير وقفت تصفق له قبل أن يلمس الكرة. كان مشهدا مؤثرا لا ينسى. وبعد أسابيع قليلة سجل هدفه الأول. احتفل بدموعه، أشار إلى السماء، ثم ركض نحو والدته في المدرجات. لحظة استثنائية لشاب استثنائي. في الموسم التالي قاد فيرتز باير ليفركوزن لإنجاز تاريخي: لقب الدوري الألماني لأول مرة في تاريخ النادي بدون أي هزيمة طوال الموسم. 28 هدفا و12 تمريرة حاسمة. الصيف الماضي انتقل فيرتز إلى ليفربول مقابل 150 مليون يورو. الألماني الشاب أصبح الأغلى في تاريخ النادي. تحد جديد في الدوري الأقوى في العالم.